التشكيل اللي بدأ بيه كولر النهارده، مخرج المباراة أنا مش عارف أشوف الماتش. أرقام مصطفى شوبير خيالية، إصابة أحمد نبيل كوكا وإصابة أكرم توفيق. العودة خادعة، بلاش نطمن زيادة. بس قبل ما نبدأ في مواضيعنا النهارده، ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ندعي لإخواتنا في فلسطين يا رب انصرهم، اللهم آمين. هنبدأ حلقتنا النهارده بنعزي أسرة الفنان الجميل المحترم صلاح السعدني اللي توفى النهارده. ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبر أهله، اللهم آمين. تشكيل كولر النهارده بدأ في حراسة المرمى مصطفى شوبير، قلبي دفاع رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم، ناحية اليمين كان محمد هاني، ناحية الشمال علي معلول، وسط ملعب زي ما قلنا امبارح كوكا والسولية وأكرم توفيق، امامهم ناحيه اليمين كان رضا سليم، وناحيه الشمال عبد القادر، اما راس الحربه كان وسام ابو علي. تشكيل الصراحه ما فاجئنيش، تشكيل كان كويس. انا قلت لكم امبارح ان نقط ضعف مازيمبي، هم عندهم قوه في الهجوم وقوه في الجنبين، ولكن دفاعهم فيه خلل كبير قوي، وتقدر ان انت تعدي واحد على واحد بكل سهوله. وبالتالي النهارده كولر بدا اللقاء واشرك رضا سليم وعبد القادر، وفعلا قدروا. احنا كنا ممكن يا جماعه، احنا طبعا الحمد لله على النتيجه انها خلصت 0-0، ولكن كنا نقدر ان احنا نكسب في كونغو. الاهلي ضيع، وكان بادئ اللقاء بشكل يعني شبه فاجئ جماهير مازيمبي وفاجئ لاعبي مازيمبي نفسهم، ومن هنا بداوا يتوتروا في اللقاء. فالصراحه كنا نقدر نكسب، ولكن الحمد لله على النتيجه الايجابيه دي، والحمد لله على التعادل وتالق مصطفى شوبير طبعا اللي حافظ على شباك الاهلي نظيفه النهارده. الحسم من مباراه استاد القاهره او استاد الرعب بحضور 50,000 مشجع اهلاوي ينوروا الاستاد ويقفوا ورا فريقهم ويشجعوه اول دقيقه لاخر دقيقه، وباذن الله التوفيق للنادي الاهلي. مجريات اللقاء والتحكيم، انا شايف ان الحكم النهارده نقدر نقول انه كان جيد جدا. ما شفناش اخطاء متعمده من الحكم او اخطاء تؤثر على مجريات اللقاء. ارقام شوبير خياليه يا جماعه، ما شاء الله على مصطفى شوبير، ربنا يحميه ويوفقه ويفضل دايما متالق. محقق ارقام في دوري ابطال افريقيا، 6 مباريات لعبهم مصطفى شوبير، الله اكبر، ما دخلش فيه ولا هدف لحد دلوقتي. نتمنى له التوفيق. والنهارده في لقاء النهارده في صوره كان بيزعق فيها الرضا سليم، لان في عرضيه اتلعبت من مازيمبي كانت خطيره جدا، ولاعب مازيمبي شبه لوحده تماما، فكان المفروض ان يكون المان بتاعه هو رضا سليم. فشوفوا قد ايه مصطفى شوبير كان مركز في اللقاء، مركز طوال ال 90 دقيقه من اول دقيقه لاخر دقيقه. فربنا يحميك يا ابني ويوفقك، ونشوفك دايما متالق زي ما عودتنا، وعندنا فعلا حارس مرمى واعد للنادي الاهلي. النهارده مخرج المباراه كان تقريبا شبه المباراه بتتصور بموبايل نوكيا، حرفيا اللي بقوله ده حصل النهارده. والمباراه احنا مش عارفين نتفرج على الماتش كويس، احنا الكرة في حته والمخرج المباراه والمصور جايبين حاجه تانية خالص، التصوير من بعيد قوي، مش شايفين الكوره مظبوط. الا يعني بعض الهجمات او بعض الكرات اللي المخرج قدر الحمد لله يصورها ويذيعها لنا على الهواء. حاجه محزنه جدا ان يكون مخرج المباراه بالشكل ده، ودي مباراه مهمه، نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، تكون منقوله بالتلفزيون بالشكل الغريب ده. اصابه احمد نبيل كوكا واصابه اكرم توفيق، الاثنين طبعا النهارده في الشوط الثاني خرجوا من الماتش، وكان كوكا خرج ونزل مكانه متولي، وطبعا متولي ربنا يسترها عليه، مجرد ما بيلعب في اي مباراه يعني اللاعب ده مش محظوظ مع النادي الاهلي. واكرم توفيق كمان طلع الشوط الثاني ونزل بداله محمد مجدي قفشه، ولكن باذن الله تكون حاجه بسيطه ما تاثرش عليهم ان شاء الله، ويكونوا موجودين في مباراه العوده اللي هتكون الجمعه اللي جايه الساعه 9 مساء. مباراه العوده خادعه، بلاش نطمن زياده. احنا خلص شوط اول 0-0، فاضل شوط ثاني في القاهره باذن الله. العوده ان شاء الله يوم الجمعه القادمه الساعه 9 مساء بحضور 50,000 مشجع اهلاوي ينوروا استاد القاهره باذن الله، وتشجيع حماسي من اول دقيقه لاخر دقيقه ان شاء الله، ونفوز في مباراه العوده ونتاهل لنهائي افريقيا. ولكن خلوا بالكم من حاجه، احنا مباراه الذهاب خلصت 0-0، ولكن مباراه العوده مش عايزين نكون مطمنين زياده ان احنا هننزل وهنكسب لا، فريق مازيمبي ما هواش بالفريق السهل،
لازم في مباراه العوده تبقى واخد حذرك كويس. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. دي كده اخبارنا النهارده. شكرا ليكم. سلام عليكم.